بص اللقطه دي، ارجع كده واقف كده واخد سكرين شوت لصورتي وارجع تاني كده واشوف الفيديو ده. أهلا بك عزيزي المشاهد في قناتنا على اليوتيوب. لا تنسى مشاهده جميع فيديوهات الذكاء الاصطناعي وعمل الفيديو ده معمول بالذكاء الاصطناعي من غير ما اتحرك ولا اكون موجود ولا اصلا اي حاجه، هو اللي عمل لي كل حاجه، يا دوب بس عطيته صوره وممكن اديله نسخه من صوتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم كويسين؟ بنتكلم مع بعض عن واحده من احد ادوات الذكاء الاصطناعي، طبعا المدفوعه ولكن نستخدمها مجاني على موقع كانفا المدفوع بتاعنا. مش عايز اطول عليك ولكن هنخش على الشرح على طول من خلال جهاز الكمبيوتر. عايز تتابع الشرح كويس جدا، لو عندك اي سؤال تحت في الكومنتات يلا بينا. بص الموضوع سهل جدا، احنا هندخل على حسابنا على كانفا. انا هشتغل معاك بالظبط اكني بشتغل لوحدي. هروح على ابتكار تصميم وهبدا اختار فيديو. انا عايز اعمل فيديو، يبقى من فوق خالص عندي هنا كلمه 1080 فيديو بكسل، هدوس عليها. التصميم بتاعي فاضي هبدا اشتغل عليه. الاول خالص من غير ما اعمل اي مجهود هبدا اروح اجيب الصوره بتاعتي. طب اجيب الصوره منين يا عبد الرحمن؟ هروح على علامه التحميلات من القائمه اللي على اليمين وهبدا احمل الصوره بتاعتي. الصوره اللي انا واخدها سكرين شوت، ما تنساش ان الصوره انا واخدها سكرين شوت، يعني مش احسن حاجه ولكن انا عشان بجرب معاك بس. لكن لو انت هتشتغل طبعا هتظبط الشغل بتاعك على قد ما تقدر. هتدوس هنا الصوره، هبدا اعدل الصوره، هدوس طبعا قص، هبدا اعدل الصوره بتاعتي، امسح الاسود ده علشان واخدها سكرين شوت، مفيش مشكله. تمام، دوس تم. خلاص خلصت الصوره، اشدها هنا كده واسحب الصوره بتاعتي في المقاس بالظبط. تمام، حلو قوي. خلصت الصوره، اول حاجه هعملها يا عبد الرحمن انا عايز ازيل الخلفيه ولا لا. لو انا عايز ازيل الخلفيه هدوس على مزيل الخلفيات، هيبدا يمسح لي الخلفيه علشان اقدر اشتغل على الصوره كخلفيه بيضاء. لو انا مثلا هستخدمها تحت خالص، لو انا مثلا هستخدمها تحت خالص واحط مثلا الفيديو هنا كده مثلا وانا بتكلم، ولكن انا مش محتاج ازيل الخلفيه، انا عايز الفيديو يظهر كان انا مسجله. هيبدا يظهر بالشكل ده. اول حاجه هعملها هاخد الصوره واحسن جودتها. طب ازاي احسن جودتها؟ انا شرحت الفيديو ده بالتفصيل ولكن هشرحه تاني. هروح على التطبيقات وابدا ابحث عن حاجه اسمها بيكسل. اهو بيكسل هيبدا يظهر معايا اهو. هاخد طبعا اول اب معانا هدوس عليه، هيبدا يقول لي اختار الصوره اللي انت عايز تعمل لها بيكسل. هحدد على الصوره كده اهو، يبدا يعمل لي تحسين للصوره بتاعتي من غير اي مشاكل زي ما انت شايف اهو. قال لي تحسين للصوره اهو. هبدا ادوس على كلمه ريبليس، هيبدا يستبدل لي الصوره بتاعتي. شايف الفرق؟ بالله عليك شايف الفرق؟ خلينا نكبر كده. بص شايف الفرق؟ بص شايف جوده الصوره اتحسنت ازاي؟ طبعا ده سكرين شوت. تمام، شايف الصوره؟ تمام، خلاص حسنا جوده الصوره. هروح اعمل الفيديو بتاعنا نفس الكلام. هروح على التطبيقات تاني من القائمه اللي على اليمين. لو انت في التليفون فهتلاقي نفس الايقونات دي هي ولكن في شريط تحت. التطبيقات برضو هبحث عن كلمه ميرو، احنا شرحناها قبل كده ولكن هشرح المره دي تطبيق تاني. زي ما انت شايف اول ما اكتب كلمه ميرو هيظهر لي ابلكيشنات او تطبيقات كتير جدا. انا المره دي ابدا اشرح تطبيق او موقع هايجن. زي ما انت شايف اللي هو قدامك ده هدوس عليه. هو موقع خاص بنفسه، لو احنا دوسنا عليه كده زي ما انت شايف هو موقع لوحده ينفع استخدمه بره كانفا، ولكن انا بستخدمه جوه كانفا علشان يكون مجاني. هبدا ادوس على كلمه فتح، يبدا يفتح معايا. اول حاجه هعملها وان انا هربط حسابي عن طريق هايجن علشان اقدر استخدمه مجاني. هنزل تحت خالص كده والاقي عندي كلمه ساين اب، هدوس عليها. هبدا ادوس على كلمه الربط، هيبدا حالا يربط لي حسابي على كانفا بموقع هايجن. هدوس على كلمه اكسبت وهنزل على كلمه جوجل وهسجل بنفس الايميل زي ما انت شايف تاكيد. حالا هيبدا يديله تاكيد، هيربط تلقائيا. شوف تلقائيا ربطه بالموقع بتاعي على كانفا. اول حاجه هعملها ان انا هختار الصوره زي ما انت شايف، هدوس على كلمه صوره وهحطها هنا كده. طب خلينا نعمل لها سيف، مفيش مشكله. احطها هنا كده. انا مشكله كده انا وقفت في حاجه يا عبد الرحمن كده انا اتعطلت؟ لا طبعا. هدوس على الصوره، اروح على مشاركه، هدوس على كلمه تنزيل، هخلي الصوره بدل ام بي 4 اخليها بي ان جي او اي صيغه انت عايزها. دوس على تنزيل، هينزل لي الصوره معايا كده. نزلت الصوره نفسها مفيش مشكله، نزلت معايا اهو. هروح على ابلود واختار الصوره بتاعتي اللي نزلت زي ما انت شايف اهو كده. اتحملت الصوره بتاعتي معايا هنا. هنزل على خطوه رقم 2 اللي هي النص. هكتب هنا السكريبت او النص اللي انا عايز الشخصيه تقوله، اللي هو انا طبعا هقول له مثلا اهلا. النص اللي انا عايزه. في ناس او في جزء من الناس بياخد الكلام ده كده كوبي وبيروح يعمل له حاجه اسمها تشكيل الكلام. يعني بروح على موقع اسمه تشكيل، بكتب في جوجل عادي جدا تشكيل الكلام وببدا اشكل الكلام ده. اخش على اي موقع بقى وابدا اشكله، يعني احط النص ده كده واعمل له تشكيل، بيبدا يتشكل معايا هنا. واخد النص المتشكل معايا واحطه في الموقع تاني زي ما انت شايف اتشكل معايا اهو.
وابدا احطه في الموقع تاني، ولكن انا مش هعمل كده، خلينا نستخدمه زي ما هو. خلينا نخش على الخطوه رقم 3 وهي تحديد الصوت. هدوس على كلمه سي اول، وبعد كده هبدا احدد اللغه اللي انا عايزها. طبعا هختار اللغه العربيه. بعد كده هبدا اعمل اللغه اللي انا عايزها او اللهجه. طبعا هختار ارابيك اي جي. تمام، عندي صوتين ست وراجل، طبعا هختار الراجل. بعد ما اخلص تعال نجرب مرحبا اهو. هبدا ادوس على كلمه يوز كده، انا حددت الصوت، كتبت السكريبت، اخترت الصوره بتاعتي اهو، اخترتها. بقول لك انت عايزها مدوره بالشكل ده ولا عايزها مستطيله، اختارها مستطيله. بعد ما اخلص ادوس على كلمه كرييت فيديو، هيبدا يعمل لي الفيديو بتاعي في اقل من دقيقه. زي ما انت شايف بيعمل كرييت للفيديو بتاعي اهو. هيخلص وابدا اصل الفيديو معايا اهو. هدوس على كلمه اد ديزاين، تلقائيا هيبدا يضيف لي الفيديو بتاعي هنا. خلينا ندوس على الصوره ونمسحها، خلاص احنا مش محتاجينها. هبدا احرك الفيديو كده واسحبه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده اهو. ثواني بس يتسحب معانا. حدد الفيديو، نسحبه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده في الشكل كله. الفيديو اتضاف معانا، تعال نشغله كده اهو. بص، أهلا بك عزيزي المشاهد في قناتنا على اليوتيوب. لو لا تنسى مشاهده جميع فيديوهات الذكاء. في كمان خاصيه مهمه جدا في هايجن، ان انت ينفع ترفع له فيديو وهو يتكلم او يجيب لك الرياكشنات بتاع فيديو وعمل اشتراك بيحرك الصوره معانا. طب يا عبد الرحمن دلوقتي في حاجه انا متضايق منها، وايه هي يا عبد الرحمن؟ اللوجو بتاع هايجن. عندك اكتر من طريقه. اول حاجه وانت تخش على موقع ازاله اللوجوهات او ازاله العلامه المائيه، وده هتلاقي منه مواقع كتير جدا وينفع نبقى نشرحها بعد كده، ولكن ده مش عنواننا النهارده علشان هي مش موجوده في كانفا. تمام. طب ازاي اعملها يا عبد الرحمن؟ بطريقه بسيطه جدا. ينفع تضيف صوره عليها. لو رحت على العناصر او على التحميلات، خلينا على العناصر، ومثلا دوسنا كتبنا الذكاء الاصطناعي مثلا، يعني هيظهر لنا اكتر من ايقونه او اكتر من شكل. تعال نختار اي شكل فيهم ونحطه عليها. سهله جدا. اخترت الشكل ده، هسحب كده واحطه هنا. بص الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، هكبر كده اهو، اتحط معايا هنا. ده على سبيل المثال. انت عايز تغير الشكل ده مفيش مشكله، عايز تضيف اللوجو بتاعك انت برده مفيش مشكله، اختار اي شكل يعجبك. اهو برده ممكن اختار الشكل ده واحطه هنا كده، اصغر بس شويه كده احطه هنا. بص سهله جدا. خلصت، هروح على مشاركه من فوق خالص، تنزيل. طبعا هختار MP4، ادوس على تنزيل، الفيديو نزل معايا. في كام خطوه بسيطه خلصت الفيديو بتاعي، اقدر استخدمه طبعا في اي منصه احنا عارفين، واربح منه او اكسب منه من غير ما اعمل اي مجهود. كده نكون عرفنا واحده من احد اهم ادوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن نستخدمها في ان احنا نعمل فيديوهات خاصه بينا. طبعا شرحنا اكتر من فيديو تقدر تشوفه من خلال القنوات بتاعتنا. تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت ورايا. سلام.